تواصل المديرية العامة للجوازات إصدار هوية مقيم في كافة جوازات المملكة العربية السعودية بدلاً عن الإقامة السابقة. وتتميز هذه الهوية بأن مدة صلاحيتها 5 سنوات يتم تجديدها آلياً خلال سنة أو سنتين، ويستفيد منها كافة اليمنيين المغتربين في المملكة. التفاصيل في سياق التقرير. في خطوة جديدة تهدف لتسهيل إجراءات المقيم في المملكة العربية السعودية، أعلنت جوازات المملكة عن بدء إصدار هوية مقيم لكافة المقيمين على أراضيها، لا سيما المقيمين اليمنيين، وتكون مدتها 5 سنوات عبر موقع الخدمات الإلكترونية للجوازات. هوية مقيم هي بديل للإقامة السابقة، تجدد سنويا وآليا ولمدة 5 سنوات. هي لجميع المقيمين اليمنيين وغير اليمنيين، لجميع المقيمين على أرض هذه البلاد الطاهرة. لتجديد الإقامة السابقة كان لابد يجي كل سنة يجي حاجة لطباعتها. هوية مقيم وفرت الوقت ووفرت خدمة إلكترونية كاملة للمواطن وكذلك المقيم، بعدم الحاجة لطباعتها سنويا كما في الإقامة السابقة. هوية مقيم قضت على المراجعة التقليدية. فهوية مقيم بشكل إجمالا هي إضافة ونقلة نوعية للجوازات بالخدمات المقدمة، الخدمات الإلكترونية، حيث أن الجوازات تسعى إلى جوازات بلا مراجعة. عملية إصدار هوية المقيم بقالبها الجديد تهدف لتوفير الوقت والقضاء على مراجعة التقليدية والإقبال الشديد على جوازات المملكة، حيث يتم إدخال البيانات الكاملة للمستفيد وإصدار هوية المقيم آليا بطريقة سلسة وإجراءات سريعة. هذه الخدمة مقارنة بالخدمة السابقة اللي كانت 2 سنين، كانت أحيانا تكون سنة المراجعة، والآن 5 سنوات، وتكون التجديد إلكتروني عن طريق خدمة أبشر أو خدمة مقيم. هذه تريح المقيم يعني تحديدا. يعني حضور الجواز القديم مع الكنسلة والإلغاء من سفارة بلده، والجواز الجديد، مطابقات الصور، مشروعية القدوم تأكد منها، نقل معلومات الجواز القديم على الجواز الجديد مع التنويه. القائمون في السفارة اليمنية بالرياض أشادوا بهذه الخطوة الإيجابية التي ستسهل مثل هكذا إجراءات، والتي ستخدم المقيمين في المملكة العربية السعودية وخاصة المغترب اليمني، والتي تعتبر الجالية اليمنية من أكثر الجاليات الموجودة على أراضي المملكة. هو مشروع إيجابي وتدشين للحكومة الإلكترونية، وفيه فوائد لجميع المقيمين بما فيهم المقيمين اليمنيين، باعتبار اليمنيين هم أكبر جالية في المملكة العربية السعودية. وهذا المشروع فيه عدة مميزات بالنسبة لصاحب العمل وبالنسبة للمقيم. نحن في السفارة اليمنية نقدم الشكر لقيادة المملكة العربية السعودية على التسهيلات المقدمة لأبناء الجالية اليمنية في مختلف مناطق المملكة بالنسبة للمقيمين والزائرين والعابرين والمرضى. هوية المقيم هذه ستسهم في تحقيق مبدأ إدارة بلا مراجعين، ولها الأثر الإيجابي في خدمة المستفيدين التي توفر الوقت والجهد معا، في ظل سعي الحكومة السعودية لاستخدام التقنية المتطورة في الخدمات العامة. الإجراءات المتخذة من جوازات المملكة العربية السعودية في تحويل الإقامة المجددة كل عام إلى هوية مقيم كل 5 سنوات تأتي ضمن سلسلة من الاهتمام التي تحظى به الجالية اليمنية في المملكة العربية السعودية. ياسر هادي، قناة اليمن الفضائية، المملكة العربية السعودية، الرياض.